وبنروح للامير سيو وبيقول انا ما كنتش اتخيل ظهور الامبراطور، وبيقول في سره المفروض اللي حصل ده كان وراه انستازيا، وزي ما توقعت ان مش هيبقى في دليل ان هي اللي قتلت ايفيلين، لان مفيش دليل خالص، وعشان يظهر الامبراطور في اللحظة دي وينقذها اكيد في حاجة مش مظبوطة، وفي حاجة كمان مخلياني اشعر بعدم الارتياح. وكمان ايفيلين هي مش من النوع اللي ممكن تموت كده وخلاص، ما كانش المفروض اوافق على اجراء المحاكمة دي. فرد ايفان وقال له لو كانت اعترفت قبل المحاكمة كانت الامور هتمشي بشكل مختلف عن كده، وليس فقط انها ما اعترفتش لانها لقيت اعذار تدافع عن نفسها بيها. فقال سيو في سره ايفان غضب بسبب نفس الشخص مثلي من امتى وما حسيتش بالاختلاف ده ناحيته، هو ليه بيكرهها للدرجة دي؟ فقال له ايفان جلالتك انت بحاجة لطرد البنت دي حالا، ولو ما عملتش ده هتخرج الامور عن السيطرة، ارجوك ما تفوتش الفرصة دي، لان كل حاجة دمرتها البنت دي في فرصة نرجع الامور زي الاول. فقال له ايفان هترجع الامور زي ما هي لو تم طردها. فقال له سيو في سره طردها دلوقتي مش هيعادي الناس اللي ماتت. منطقيا ايفان مش مخطئ، لكن لسبب ما شعر سيو وقال انا ليه حاسس في بعض الاوقات ان انت بتحاول السيطرة على بيت اكتر مني يا ايفان. فرد ايفان وقال له انا عمري ما هعمل كده يا سيدي، انا فقط اعطي فكرة ورأي ايضا. فقال له سيو بتمنى اصدق ده، عشان كده ما تعديش حدودك في الكلام معايا، والكلام عن انستازيا بيتعب نفسيا وبيغضبني، فسيبني لوحدي دلوقتي وتوقف عن تربية انستازيا. فرد ايفان وقال له امرك يا سيد سيو. فخطر في بال ايفان حاجة واحدة بتوضح سلوك سيو الغريب، لانه كان في الاول ممكن يعمل اي حاجة لانتقامه من انستازيا، هو ليه مش عايز يتخلص ومش قادر يتخلص منها، وكان عايز يسأل سيو بس ما عندهوش الشجاعة انه يسأله في الموضوع ده. وفي النهاية مشي ايفان من الغرفة دون سؤال، وبيقعد سيو في الغرفة لوحده، وفجأة بتدخل انستازيا وبتقوله هل من المناسب ان ياتي الان؟ فرد سيو وقال لها ده ما عداش غير يوم واحد على المحاكمة عليكي، ومع كل ده شكلك طبيعي ولا كأن حاجة حصلت خالص. فردت انستازيا وقالت له من الغريب ان الشخص اللي خد البراءة يكون حزين ومكتئب، صح ولا ايه؟ فرد سيو في سره وقال انا مش عارف المفروض اصدق انك بريئة ولا لا. فقال لها سيو انا اعتقد ان مرض السيدة ايفلين كان بسببك. فقالت انستازيا شكلك بيقول ان عايز تصدق اللي حصل، صح يا سيدي؟ فقال سيو في سره بغض النظر عن السنين اللي عدت والمحادثة اللي ما بيننا دي محدش هيعرفها. فقال لها من يدري، دايما ما يفعل البشر اشياء حقيرة. وكانت الابتسامات متبادلة ما بينهم، وكانت اول ابتسامة ما بينهم على الاطلاق. فقال لها هو مفيش ادلة كفاية وكاملة على الموضوع ده المرة دي، عشان كده انا التزمت وسكت، لكني مش ناسي كلامك خالص لما قلتي ان الامور مش عادلة. هو ليه هكون انا الشخص الوحيد اللي هيعاني لما يجي اليوم اللي هتقع فيه في حب شخص ما؟ ساعتها هتخلص منها زي ما عملت معايا. وهذه الكلمات اللي قالتها انستازيا لسيو وهو مش ناسيها خالص، وقال هي ما قالتش الكلام ده مرة تانية لكني مش ناسيه ابدا. فلاحظت انستازيا انه كان في حالة سكر، فقالت له انت حاولت قتلي وانت مش معاك اي دليل بيقول اني انا اللي اتخلصت من ايفلين. وفي الوقت ده بتحس انستازيا حتى وهي مع سيو ان ايفلين موجودة معاهم، فقالت له انت حرمتني من الطعام والماء وحتى الحطب في الشتاء البارد. فقال سيو في سره ده ما كانش ذنبي لوحدي، بل كانت ايفلين تتجسد لبؤسي. فقال لها انت بتقولي ايه؟ فردت انستازيا وقالت له انت ليه بتتصرف وكأنك مش عارف كل اللي حصل؟ كل اللي بيعمله ايفان من اوامرك انت يا سيو. بص على وشي يا سيدي، انا فقدت كثير من وزني وبشرتي اصبحت خشنة وصحتي لم تعد من قبل. هل تسمع مدى غرابة صوتي؟ في كل مرة اتنفس فيها يبدو الامر وكأنه خدش معدتي. انت عملت كل ده فيا وانت تسمي ده اسمه الصمت؟ وساعتها سيو كان عايز يقول ان ايفان عمل كل ده بنفسه، وهو ما كانش عايز ابدا يحرمها من الطعام والماء، وان اللي عمله ايفان كان باقي الولاء. فقال لها سيو من المنطق بالنسبة ليا اني اشك فيكي، لان الحقيقة ان مرض ايفلين المفاجئ ده غير مبرر وممكن
يكون المرض ده من صنعك انت يا انستازيا. فقالت له انستازيا وانا مش عايزه انك تلمسني تاني، عشان كده ما تحطش ايدك على وجهي. وساعتها بيحصل قبلة ما بينهم، وفجأة عضت لسانه فقال لها انت بتعملي ايه وزقها بعيد. فقالت له لانك دايما بتقولي كلام بتخليني اتعصب وعايزه اتخلص منك. وعلى الرغم انها عضت لسانه ما فكرش سيو بانه يطردها. فقالت له انستازيا طب لو قلتلك ان انا اللي قتلتها هتعمل ايه؟ ولو قلتلك ان انا اللي قتلت حبيبتك ايفلين؟ انت مش خدت سيرجي حبيبي بعيد عني يا جلالتك؟ فالمفروض كان المناسب اني اخد حبيبتك ايفلين ويبقى كده الامور عادله ما بيننا. وانا قلتلك قبل كده اول لما تلاقي شخص تحبه هخلص عليه. هل بعد كل ده هتتصل بيا؟ وفي اللحظة دي حس سيو ان انستازيا مكسورة جدا، لان من زمان كانت فظيعة لكنها لسه سيدة عادية عندها 16 سنة، وكان عارف وعالم انها هتبقى مكسورة بالشكل ده. فرد سيو عليها وقال لها بس السيدة ايفلين ما كانتش حبيبتي. وساعتها اتصدمت انستازيا وحست ان في حاجة اتحطمت جواها، وقالت له ما تكذبش عليا انت بتكذب. فقال لها الامير سيو مفيش اي سبب ولا داعي عشان اكذب عليكي في حاجه زي دي، هي وانا ما كانش عندنا اي علاقه رومانسيه من ناحيه بعض. وساعتها اتصدمت انستازيا وقالت انا ايه اللي عملته لحد دلوقتي ده؟ وساعتها سابته ومشيت لانها حست بالذنب الكبير، وفضلت تقول دي كذبه، لابد ان ايفلين كانت بتحب سيو، لا دي كذبه ومش هصدقه. وفجاه بتظهر شبح ايفلين وبتقول لها انت عارفه ان كل اللي بيقول سيو مش كذبة، دي الحقيقة. لكن حب انستازيا لسيرجي كان حب اعمى، ولما مات ما كانتش عارفة هي بتعمل ايه بالظبط، وكانت شايفة ان كل اللي قدامها هم اعدائها، حتى ايفلين اللي كانت بتحاول تساعدها وتقف جنبها. وفضلت تقول هو كان في حب في عين سيو لما بينظر لإيفلين كان باين على عيونهم زي ما كان باين عليا انا وسيرجي. وكانت الاوهام بتسيطر على انستازيا، وكانت حاسه ان الكل بيكرهها وبيرفضها، وان كل البؤس ده حصل بسبب انتقامها الاعمى. وفضلت تعيط وتقول لا وتكسر في اي حاجه قدامها وهي متعصبه. وفجاه حست انها محتاجه الخادمه إيلي، وفضلت تنادي عليها بس هي ما تعرفش انها اتطردت. فظهرت خادمه تانية وقالت لها امرك يا سيدتي. فقالت لها انستازيا انت ليه جيتي؟ وساعتها حست وادركت انها ما شافتش إيلي من ساعه ما مشيت للمحاكمه. إيلي كانت دايما لطيفة معاها وحست بالأمان في الكلام معاها، وكانت بتبكي على بكاء انستازيا وبتبتسم دايما على أي حاجة حتى لو صغيرة. بتفرح لما بتفرح انستازيا وبتزعل لما بتزعل انستازيا. وها هي مشيت من القصر دون علم انستازيا. يا ترى ايه رد فعل انستازيا لما مشيت إيلي؟ وهيحصل ايه في الحلقة الجاية؟ وبكده يكون انتهى الحلقة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.